غير اللي ماهوش من القبائل. مهمتهم نفس الشيء، تطهير مناطقهم، تطهير مناطق طرابلس المدينة. الشباب تاجورة، شباب سوق الجمعة اللي ممكن الجبنان معششين بسبب وحدين مرضى، مثل الكاتب الغرياني اللي كان موجود في هذه المنطقة، يعني هذا هي القرية. ومثل الزكاني اللي جد استقبل المسلمين وقول طاع البدر علينا من ثنيات الوداع، نفس الكلام اللي النشيد اللي قابلوا به أهل المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. تصوروا هو اللي يقدم الصيف في الشيخ طبيعي رقابنا، هذا يد الدفع العالم اللي كان يصلي بيكم في جامع مالك محمد. لا تلوموه عليك يا خان، لأن هذا هكذا على الخيانة. هذول كانوا معششين ويأخذوا من السياسة من الزناقة ومن المستعمرين ومن سفارة فرنسا وطرابلس كانت هناك، وتلقوا من الأموال ليش يخربوا التاجورة ويخربوا سوق الجمعة. الشباب تاجور سوق الجمعة والناس والنساء والحارة كلهم يطلعوا المنطقتين إذا كانوا موجود في الجبال. القبائل انسحبت من عدة مناطق، من سبت، من بنوليد، من طربونة، من تلزان، من سبعة، من الجفارة، من جبل. القبائل اللي انسحبت من الخارج، من خارج طرابلس وخارج قبائل طرابلس، هي نفس الشيء دخل المدينة، دخل الشوارع، دخل الميادين وساحة الخضراء، ويقوموا بتطهير مساعدة لتطهير المدينة. كل جمعية تأخذ منطقة طهر، لأنها لو يكون حرق مدينة طرابلس وتدمير مدينة طرابلس وتعيش مدينة طرابلس في ظلام، ما يهمهم تعيشوا في تآتة في ظلام، يخرب بترولكم، تخرب ليبيا، ما يهمهم هذا أبدا، يدخلوا في هذا الأمر الصالح الفساد راو يعتبر شيء ثاني زي الشيطان الكلام الشرير يعتبر من واجب من المكلف به. هم العمل الشرعي يعتبروه هذا واجبهم يعملوه باعتبار الأرض والبشر الأحياء ما همش منهم، ما دام ما همش منهم إذا يجب تدمير الأرض وتدمير قتل البشر وتدميرهم. تصوروا بهذا الشكل يقولوا لا تضر على الأرض من كافرين تجارة، معتبرين احنا كفار ويجب أن يبطشوا لا واحد منا حي، وهم اللي كفار، هم لا يصلوا ولا يصلوا، وجميع المحرمات يتكلوا فيها داخل المساجد. فأنت داخل مساجدكم ما تطهروا مساجدكم يا شيخ المدني، عرض الشيوخ وطهروا المساجد، أي مسجد دخلوا وصخوا يجب الغسل 7 مرات بماء الكعبة حتى ينظر. يجب كل شيء موجودة في طرابلس من السكان الأصليين، من القبائل اللي ساكنة فيها، من القبائل اللي ساكنة عليها من برا، من الشباب، من الشيوخ، من النساء، من الجحافل المسلحة، كلها تقوم باكتساح مدينة طرابلس وتمشيطها والقضاء المجرم على الخونة والزرافة والجثة. ويحاولون طرابلس ويذبحوكم ويمثلوا بجثتهم ويجيبوا فيكم الويل ويعذبوكم ويعيشوا لهم. أما أنتم عارفين مستقبلين حسنا عليكم كفار زي القرنين لما يجيبوا قال يا ربي والله بالقرنين انت تقدر تعذبهم وتقدر تعمل بالحسبة. فهم يقولوا احنا لا ما نعملش بالحسبة سكان طرابلس بنعذبهم. يصير بآية مثل هذه باعتباركم انتم كفار، أما أن تعذب وهم تتقبل فيهم حسنا. فلا من هذا خيرت من الاثنين اللي بنعذبهم ما يقولوا ومن احنا بنعذبكم سكان من طرابلس اللي يقرروا يعذبوكم يكونوا على بسرعة. هذه ليست انتظار، يعني ممكن ضرب بالمدافع والدبابات والرشاشات وتدمير مدينة طرابلس هذا وصل، لكن ما يجي من نفس الجيش يعمل يضرب العمارات ويضرب المساكن ويضرب البشر ويضرب هم اللي يتخندقوا داخل العائلات وداخل البشر ويديروا فيهم دروس تخشوا عليهم وكلهم من وسط العائلة اللي هم مقتحمين شقتها من آخرين بيتها. هذه واجبكم، يلا تشجعوا
وخلي كنت واثقين من نفسي في شجاعتكم وإيمانكم، اخرجوا من الشوارع. أنا أحيي إذاعة الرأي مرة أخرى اللي مكنتني من ربما أول مرة تم صوتي بسبب الضغط اللي في إذاعة الجماهيرية. أنا يوم دخلت طلعت شوي في مدينة طرابلس بدون ما يشوفوني الناس متخفقين. الغريب إني جيت شباب في حدث المناطق يحدثوا وعادي جدا، ما حسوش إن طرابلس في خطر أو إن الجبهة أو السيادة جوها ولا بجوها، يعني باعتبار يعني هذه حاجة بسيطة في مكافحة الشغب ومكافحة الوحدات ومكافحة الأرهاب. هي قائمة بواجبها وطارت في وحدين مسلمين لا سكن الروحاني، لكن مع طرق الدائرية ومشيت لحافة المدينة شوية تلاقيت مع الشباب سوي عاملين بوابات ملكاتهم كوب ما تقدرش تمر، حاجة روعة. بنحييهم بالمناسبة هذه، نحيي شجاعتهم وخلاصهم إلى الأمام. إذن كنا نستمع للكلمة المسجلة للعقيد الليبي معمر القذافي نقلا عن قناة العروبة، والتي قال فيها بأن أهالي طرابلس مهمة أهالي طرابلس تطهير مناطقهم، واتهم الثوار بتعذيب الأهالي وإعدامها على رؤوس أهاليهم. وكما نؤكد بأن هذه هي الكلمة الثانية للرئيس الليبي معمر القذافي خلال 24 ساعة بعد انسحابه من مقر باب العزيزية. إذن نفتح الملف الليبي بما وصف أنه كلمة وجهها العقيد الليبي معمر القذافي إلى الشعب الليبي عبر إذاعة طرابلس المحلية والتي استمعنا إليها قبل قليل. بحسب ما نقلت قناة العروبة التلفزيونية، العقيد قال إن مجمع باب العزيزية تم تسويته بالأرض بعد 64 غارة جوية لحلف الأطلسي. القذافي الذي أكد صموده في طرابلس تعهد إما النصر أو الاستشهاد في مقاومة ما سماه بالعدوان بحسب ما نقل عنه، كما أشار إلى أن الانسحاب من مجمع باب العزيزية كان خطوة تكتيكية. وعلى ذات القناة التلفزيونية قال المتحدث باسم حكومة القذافي موسى إبراهيم إن حكومة نظام القذافي تستطيع الصمود لأشهر وحتى سنوات، متوعدا بتحويل ليبيا إلى بركان وحمم ونار. حقيقة موقفنا العسكري والميداني والمدني قوي جدا، ونحن قادرون على الاستمرار والمجابهة مش فقط لأيام أو أسابيع بل لشهور وسنوات. ونحن طبعا كنا فاهمين لحجم هذه المؤامرة، فأعددنا كل الخطط البديلة لكي نحول ليبيا إلى ساحة مقاومة مستمرة حتى النصر. وقلل موسى إبراهيم المتحدث باسم حكومة القذافي قلل من أهمية سيطرة الثوار على باب العزيزية. طبعا باب العزيزية الآن لا يمثل أي شيء إلا طبعا الكرامة والمجد الذي صنعه معمر القذافي، فبالتالي هو الآن عبارة عن يعني ركام وعن حجارة دمرها الناتو، وطبعا احنا خرجنا منها لأن لا يمثل لا فائدة عسكرية ولا ميدانية على الإطلاق، وسيظل رمز للكفاح والجهاد. ودخل الثوار مجمع باب العزيزية مقر العقيد معمر القذافي فيما لم تسجل أي مقاومة عنيفة للاقتحام. بعد ذلك شرع الثوار في تفتيش المكان بحثا عن القذافي أو عائلته أو حراسه والمقربين منه، لكنهم لم يعثروا على شيء. من البوابة الشرقية دخل الثوار دون أي مقاومة تذكر إلى مقر إقامة الزعيم الليبي معمر القذافي في مجمع باب العزيزية الحصين، آخر معاقل العقيد وعائلته في العاصمة طرابلس. الله أكبر الله أكبر. وما أن دخلت طلائع الثوار إلى المجمع حتى توجهوا إلى الصرح التذكاري الشهير، حيث كان القذافي يلقي خطاباته لمؤيديه، ومنه بدأوا بتمشيط المنطقة دارا دارا، وتمكنوا من الاستيلاء على مستودع للسلاح بما فيه من الذخائر. كما أفاد الثوار عن استيلائهم على عدد من السيارات المصفحة التي تعود للقذافي.
ووسط أصوات إطلاق النار المتواصل إما ابتهاجا بالنصر أو ردا على بعض فلول الكتائب والقناصة، أكد الثوار سيطرتهم شبه الكاملة على مجمع باب العزيزية، في حين لا يزال مصير الزعيم الليبي والمقربين منه مجهولا وسط ترجيحات من المجلس الوطني الانتقالي الليبي بأن يكون القذافي موجودا في طرابلس أو بالقرب منها. جيفار أبو دقة، العربية.